ايش رايكم في رمضان اذا زهقتوا من اللحم والدجاج تسوون باستا ربيان؟ تنظيف الربيان ثلج ونشا فقط لا غير، وابعدوا عن البهارات ربع ساعة، والله راح تدعون لي. بتشوفون الربيان ناصع البياض ومن غير صفرة. جربوا الطريقة. الحمسة زبدة وزيت. انتوا طلعوا احسن مني وحطوا المشروم قبل، لان المشروم مع الزبدة يعطي نكهة وايد حلوة. بعدين حطوا البصل، بس انا نسيت. الربيان حطيته مع زبدة وزيت. أبي أحمره شي بسيط، وأبي الماي شوي ماله يطلع. حطيت فلفل بارد الألوان، الأحمر والأخضر والأصفر أو البرتقالي. حطيت الشبث لأن السيفود طبعا يحب الشبث. وحطيت الربيان اللي هو الجمبري يا مصريين. حطيت البشاميل اللي زاد مال القباقب، عطى نكهة وايد حلوة. وهذا فلفل أسود. حطيت جبن قلاص، الأجبان تعطي الأكل كله طعم حلو. حطيت كريمة طبخ وحطيت القشطة استخدموا هذه مالت بلدنا. ابعدوا عن القواطي. بقول لكم ملاحظة، اختاروا أي نوع من المكرونة تبونه كيفكم، وإذا تبون المكرونة جوسي رطبة أكثر من كذي كيفكم براحتكم، بس أنا أحبها كذي شوي متماسكة. حطيت موزاريلا وجبنة بارميزان. استخدمت هذا البهار ليمون سبايسي، أنا أحب السبايسي وايد، وعصرة ليمون يا باشا. وطبعا هذا كله من إيدي. تسلم إيدك عاشا.